قلب عندك يا اخويا بعد المنظر اللي انت شفته ده، مش بس تطردها بره البيت، لا ده انت تجرها من شعرها لغاية بيت اهلها وترميها هناك، تقول لهم مش عاوزها، دي واحدة معفنة جدا. ايه يا وليه المنظر اللي انت عاملاه ده؟ ايه اللي انت عاملاه في البيت ده؟ وكمان مش عاجبك؟ ليه حق انه يطردك احسن. اللي زي دي ما كانش ليها جواز طبعا. الراجل يا عيني راجع من السفر شقيان وتعبان، كل فلوسه ضاعت على الاكل والدليفري. شفت كوام الزبالة؟ ايه ده غير التراب والزيوت اللي مالية البيت؟ ايه المنظر ده؟ الراجل على طول راح مكلم شركة تنظيف، جابوا تلات اربع تنفار، قاموا بالواجب وزيادة، نضفوا فوق وتحت، شقلبوها لدرجة طلعوا لغاية السقف فوق، ومعاهم بقى منظفات، حاجة فظيعة تخلي القلب الاسود شفاف من كتر النظافة. طبعا الشبابيك والحيطان والشفاطات والحمام، وطبقوا اللدلبة والهدوم وغسلوا الهدوم كلها، مهتمين بأدق التفاصيل، غير المنظفات اللي معاهم كمان. حاجة كده تغسل القلب. رجالة بس شابوه بصراحة على النظافة، حتى فواصل الشبابيك والبيبان. منظر تاني قبل وبعد بصراحة. حتى المقابض بيعملها. وفوق دولاب المطبخ من فوق. اي حاجة باينة ومش باينة بيعملوها. حتى التفاصيل اللي بتضايق خلق الستات، اللي بيكون ليها تفاصيل كتير، برضو ما سابوهاش. وبس الكهرباء، وفوق التلاجة، وطبقوا الهدوم، تطبيقة الجاكيت عسل اوي، وعقموا البيت كله. لا بجد شابوه، حاجة تفتح النفس بصراحة.